السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اليوم احنا في مستشفى المسرة. الفنان الكبير هاشم سلمان اليوم يعاني من المرض ويرقد بهاي المستشفى، شيء مؤلم. نتمنى الشفاء العاجل لفناننا الجميل فناننا الكبير هاشم سلمان. تابعوا وياي هذا التقرير. الفنان الكبير هاشم سلمان. السلام عليكم استاذ هاشم. متألمين حقيقة، أنت فنان جميل، فنان كبير، الشارع العراقي يسأل عليك ومتألم على وضعك. يحفظهم إن شاء الله. أستاذ هاشم، شنو الحالة اللي عندك؟ الحالة هي أورام بالقولون، 4 أورام. نعم. 1 خبيث و3 حميدة. هذه الحالة اكتشفتها زوجتي. أعراض يعني. نعم، أعراض. شنو الأعراض اللي عندك أستاذ هاشم؟ تعرف أنا مهتم بالطفولة، كوني سفيرا للطفولة. نعم. وافتر بالمحافظات. الأعراض كانت سخونة يومية، بالإضافة إلى خروج دم بعد الخروج. واضح. دم. نعم. استمرت الحالة أكثر من سنة. نعم. تجبرني على أن أسوي تحاليل، وما قبلت إلى أن يعني تفاقمت الحالة. يعني خروج الدم كان متقطع؟ متقطع. نعم. إلى أن صار لا مستمر. نعم. فأخذتني إلى السونار. السونار قال يراد مفراز. المفراز قال اكو كتل يراد ناظور. فقمت اتهرب من الناظور. تهربت اكثر من مره، قلت لها بعد رمضان بعد العيد. نعم. الى ان وقعت شبذه مع الدم. نعم. فاخذتني مجبر. رحت الى مستشفى العلوسي. نعم. بعد توصيه من مدير اعلام مدينه الطب. نعم. مساعدات يعني انه هذا. واضح. فسووا لي ناظور ببنج. نعم. فرأسا صاحلها الدكتور أكرم عجيل. نعم. خبير الناظور قال هاي 4 كتل، 3 حميدة و1 خبيثة. احنا راح ناخذ كتلة. نعم. حتى نحللها، بس هذا 20 يوم تطلع. قلت له 20 يوم هو طيب قاصين القولون؟ قال اركضوا بي المستشفى. أيوة. رأسا بالمباشر. نعم. أنا من البنج ركضت حجزت عند الدكتور عقيل شاكر محمود، من كبير الجراحين العالميين، وهو عراقي، بطل عراقي دكتور، وهو أكثر عملياته ببريطانيا وبالخارج العراق. فقال هذا محظوظ يعني يحصله. بس شافني الدكتور قال لي أبو باشر العملية. جيت إلى مستشفى العلوسي، مستشفى المسرة ناجحة بفضل الله، وتعاونوا وياي. ومدير المستشفى سوى لي إقامة جبرية. قصوا القولون من هنا حوالي شبر، وأخذوا هاي القولون كله أخذوه بالزرع؟ للزرع، وربطوا القولون وتم الاتصال واشتغلت الأمعاء.